زيد العجاجي عقب طيب التميمي اللي جميله بالزمان القديمي، أنجح حلاله من قرار الخصيمي، وعادت جفيفة عقب المحال وحياه. هذا مرشد التميمي حتاح علي راعي جفيفة. جفيفة قرية ما هي كبيرة بالجنوب الغربي عن حايل. أنا مكنته قبل يتوفى، يعني يمكن في حدود عام 1417 تقريبا. جيت بلي مجلس سبحان الله وجدته كان شايب كبير، ومع أنه معروف أنه قليل أنه يتكلم، لكن يوم أنه بدأ المجلس بالسوالف وقصيد الرجال تشجع وبدأ يسولف. هو يحكي علي سالفته منفهم والله يرحمه. يقول أنا قبل حوالي يمكن حوالي 60 سنة، يقول من الجوع والفقر، يقول تركت جفيفة وأنا أروح شمال من نواحي سوريا، يقول وأنا أسجل هناك عسكري، واجلس يقول حول 2 اليمار أنت يا مرشد جسمه حلو مثل ما تقولون جسم عسكري، فرفعوه حطوه مثل ما تقولون عريف، معه 4 جنود تحته هو رئيسها، وكانت شغلتهم يستديرون على دمشق يعني زي الدورية. يقول بيوم من الأيام وحنا نمسكه كالرجال معه حملة فضة، هكا الوقت تهريب وما تهريب. يقول معروف أنه هالرجال طالما أنه مسك يبي يسجن، والفضة هذه كلها تبي تصادر، يصادرونه الحكومة هناك بسوريا. يقول يوم مشينا شوي وتكلمت قال أثريك ما أنت منهم، هو هالي ممسوك يحسب مرشد من أهالي سوريا. قال لا والله ما أنا منهم، أنا مرشد التميمي من نواحي حايل. قال يا ابن الأجواد أنا من أهل بريدة من أهل القصيم، والله إن عيالي بالقصيم إنه ما أخبر اللي يملكونه فوق الأرض من المال غير هالي بهالحملة، وإذا راح فأنا رجعت على الحديدة. افزع معي يا ابن الأجواد لا تخلينا. يوم الناحية سبرت عند مرشد رجال، أول شيء يكفي أنه من نواحي نجد، هذه حمية، والحمية الثانية أنه ينخاف. يقول أنا اللي معي 4 ولا جاي بباله أنه يبي يقتل منهم أحد لا سامح الله، لكن يبي يتخلص من بعضهم علشان يخف الثقل عليه. وهو يقوم هو يرسل له واحد من ال4 إلى من وجهه، ويرسل واحد قال رحت قدام لم دمشق وعلمهم أننا مسكنا هاللون وهاللون، يبي يتخلص منهم. يوم بقوا بس 2 هو يهد عليهم بالبارود وهو يطلد القصيمي. القصيمي هذا صار زيد العجاجي. العجاجية عائلة مشهورة وكريمة ومعروفة في بريدة، يعني له اسمه وله سمعته، وهو يطلد وقرب بطهم وهم يربطونهم وهم يأخذون حملة القصيمي هذا زيد العجاجي وهم يجون هاربين. يعني مرشد لو مسكك الوقت معروفة تعتبر خيانة عظمى بالعسكرية، كان راح يذبح يقتل. اهربوا وهم بالطريق من سوريا لين طبوا الأردن، يمكن قعدوا لهم 15 يوم. يوم انهم وصلوا والأردن قال مرشد أنا والله ماني رايح النجد، أخبره ما وراه إلا الفقر، أبى أسجل بالعسكرية. هو يسجل بالجيش اللي قالوا وكل وقت جيش أبو حنيت اللي هو قلوب باشا العسكري المشهور بالأردن، وهو يسجل. وزيد العجاجي جاء وكمل إلى نجد. يقول ونقعد هنا بالأردن يمكن حول 40 سنة. يوم أنه جاء في منتصف حكم الملك فيصل رحمة الله عليه، وهو يجي انت يا مرشد شايب، يقول وانا اجي جفيفة ديرتي يمر ما بأحد، الناس تبي ماء والماء قليل، واللي بهس طابين تاركينه وساكنين بحايل. يقول يمر يوم سالت دمعتي يوم اني شفته يعني زي الاطلال. يقول صحيح انه ما به رزق، لكن مهما كان ديرة ابوك وجدك متوارثين بهول وكاسبين بعلم غانم، ما ودي نشوفه بهالمنظر. يقول وانا اجي الحايل ومر لهم ربعي واحد واحد، يا الربع ديرتنا وشلون نخليها، كلن يقول وش عمل يا رجل ما به ماء
دبر لي ماء ذبحنا الفقر، إذا لقينا ماء ورزق رجعنا له. يقول واقعد استدير ضائقة علي الأرض. يقول هو يطري علي زيد العجاجي راعي بريدة اللي أنا أطلقته قبل 40 سنة راعوا، تخيلوا يا رجال. يقول والله وأنا أروح مع اللي يركبها كل وقت تلقى مثلا موتر زي الإيجار يركبون بناس واجد. يقول وطب البريدة. يقول وانشد عن زيد العجاجي، قالوا ويه الرجال هذا صار من أثرياء بريدة الحين ورجال قوي. يقول وانشد عن بيته. يقول يوم لقيت بيته وأنا أجيه، يقول قابلا، يقول أنا لولا أن يدري أنه هذا زيد العجاجي وما يقول لي ما أعرفه، لأنه أنا وياه تقابلنا يوم حنا شباب قبل 40 أو 45 سنة، والحين شيبان الحنابيط. يقول سلمت عليه. يقول وانا يقول ويدخلني، يقول اجلس بجنبه. يقول يوم خذيتش وين؟ يقول له قهوه. يقول وانا التفت له قلت زيد ما عرفت انا. يقول له يراعي لي. قال لا والله ما عرفتك يا. قال ما تذكر العظم هكا اللي نشب حلقك. يقولوا حنا طالعين من سوريا. يقول تغدينا وتجي الغص هو بلو عظم. يقول وانا اضربه مع رقبته من وراء على اساس انه يعني هالشرقة اللي بوه تروح لا يمر مرشد قوي البنية وضربته هذه قوية. يقول يوم ضربته فعلا الرجال راحت الغصة اللي بوه، لكن التفت لي قال والله لو انتم مخلين العظم بحلقي انه اهون منها هالردحة اللي انت ردحتها مع الباقي يعني من قوة. يقول يوم قلت له السالفة هذه قلت ما تذكرها. يقول هو يلتفت لي ذكرها الأجودي. يقول والله ان دموعه انه تنابرت حتى ما سالت سيلات. يقول هو يخمن. يقول قال يا فلان يا فلان يدعي عياله يبي يوريه وفاو. يقول هم يجون عياله. قال من هو الرجال اللي انا حفظت كم اسمه؟ قالوا حمود. قالوا مرشد بن حمود التميمي راعي جفيفة. قال والله اني محفظها اسمك انا ما هقيت ان يتقابل انا وياك يوم وصلنا هالعمر، لكن قلت لهم يمكن يمر عليكم احد من عياله او من عيال عياله تو صوبه انتم وعيالكم وعيال عيالكم، تروا هالخير اللي حنا به من الله ثم منه. يوم هو يفك حملتي شمال دمشق ولولا الله ثم هالتميمي كان على الحديدة. لا تنسون المعروف، وهذا يعتبر صراحة الرمز يعني اللي سواه زيد العجاجي أشهد بالله أنه رمز للوفاء ورد المعروف. اللي يوم أنه بلغ من الكبر عتية وخاف أنه ما يقابل هالرجال اللي سواه بمعروف حفظ عياله اسمه علشان إذا مروا عليه عيال هالشخص أو أحفاده يردون لهم المعروف. يقولوا الرجال طاربي ودعا أقاربه وقال هذا الرجال اللي أنا قلت لكم أنه فكر وهاللون يا مر ناشر هالأجودي بين أقاربه. يقول يوم جلست عنده لي يومين قال وش حاجتك يا التميمي؟ يقول قلت أنا والله ديرتي جفيفة هاللون. سبحان الله لا يمر العجاجي تخصص معدات زراعية يعني دكاكينه ومحلاته على ببريده مكاين وطرمبات وحفارات يعني هذا هو التخصص. يقول لي الرجال يعني ماني قال انه وش اعطاه وش ما اعطاه، اكيد انه يبي يرد له المعروف ولا يقدر يرد له المعروف لانه صاحب الاول ما يلحد يقولون الرجال. لكن قال شوف من اليوم الى الاسبوع اللي يجي مثل اليوم مر على ربعك واللي يبي يسكن جفيفة بير ومكينة وطرمبة على حسابي، ومثل اليوم يعني عقب اسبوع خلك مدخل حايل من الجهة الشرقية ترى نجي. يقولوا فعلا كل من جيت من ربعي قلت له قال لي والله وين نلقاه مكينة وطرمبة وبير يبله نبي نرجع. يقول يوم جاء عقب اسبوع لهذا العجاجي جاء معه معداته على وعده. يقولوا هي تعيش جفيفة وتحيا مرة ثانية من الله سبحانه وتعالى ثم معروف سويته قبل 45 سنة شمال دمشق. جاء ورد المعروف يعني بأحرج الأوقات
عقب 45 سنة من رجال عرف وشلون يرد المعروف، وأثبت أنه من الناس اللي يبذر بهم الطيب، الله يرحمه، اللي هو زيد العجل.